وصلونا ان الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كاس عالم، وهو طموحه قبل البطوله كان الوصول للدور الثاني طبعا. فتحيه كبيره وشرف بالنسبه لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما. فتحتوا لنا باب الامل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعه. وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه اشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقه. انتوا فتحتوا لنا باب امل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد، ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب. فبطوله كبيره، ملحمه، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع، وهجوميا ممتع، بدون كره ممتع، وبكره ممتع. وناحي خطفت القلوب يا ناحي. زياش اول مره اشوف بطوله لزياش منضبط من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحيه كبيره ليكوا، كبيره كبيره، شرفتونا. ولازم يستحقوا استقبال ابطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال ابطال. شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الامه العربيه والامه الاسلاميه، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحيه كبيره لكم. كاكا، فزت بكاس عام 2002، لم تتمكن الوصول الى نهائي 2006 مع منتخب برازيلي. الكل يتحدث عن صعوبه حمله الدفاع عن اللقب لكل منتخب فاز بالكاس عام قبل ذلك. مع ذلك منتخب فرنسا يصل مره ثانيه على التوالي الى نهائي كاس العالم. كلامك صحيح، وهذا من الصعوبة بمكان. حينما يخالجك شعور الأبطال تفتقد إلى الحافزية والدافعية السيكولوجية لكي تدافع عن اللقب. بالنسبة لي كريكاردو كاكا، أعتقد أن اللاعبون المغاربة قدموا ما عليهم ويستحقون هذا الثناء، وكانوا يستحقون الوصول إلى النهائي. ولكن الثناء أيضا موصول إلى المنتخب الفرنسي الذي استحق الوصول إلى النهائي بسبب كل ما قدموا في دوري المجموعات، وفي ضوء ما قدمه في نسخة روسيا. لديهم ركائز النجاح المطلوبة، ولديهم كانت هناك الكثير من الإصابات التي ألمت بالمنتخب الفرنسي والتي أقلقت السيد ديدي ديشان. إذا الثناء موصول لكل اللاعبين الفرنسيين ولكل الغائبين، ولكن أريد أن أستغل الفرصة لكي أشكر المنتخب المغربي. أعتقد راسخا أن المنتخب المغربي خاض مغامرة جميلة. إذا ليس من السهل إلى أن تصل إلى المربع الذهبي عن طريق الصدفة. المنتخب المغربي استحق الوصول إلى نصف النهائي من خلال اللاعبين الأقوياء، من خلال حنكة المدرب، من خلال الجماهير. وهنا مرة أخرى نبقى أو نقف على أهمية الجماهير التي تقف وراء المنتخب. كانوا يناشدون وكانوا يساندون المنتخب إلى حد آخر دقيقة. الثناء موصول للمنتخب الفرنسي الذي وصل للنهائي، والمنتخب المغربي الذي وصل للنصف النهائي بهذا الأداء الجميل، والذي شكل مثالا يحتذى به أن المستحيل هو لا شيء في عالم كرة القدم، وإذا كانت هناك إرادة بإمكانك أن تصل إلى أبعد الحدود. وثناء موصول إلى كل اللاعبين المغربيين. شكرا لكاكا، لتريكا، لشيبو. أكثر من 50,000 متفرج يوسف بقوا حتى اللحظة الأخيرة لتحية الرقراقي، لتحية نجوم المنتخب المغربي على هذا المشوار المذهل على الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. أول شيء دائما الحمد لله وشكر الله دائما وأبدا. شكرا لهؤلاء اللاعبين، وسجدة شكر لله على ما تحقق. الحمد لله بطولة أكثر من رائعة. شرفتونا، رفعتوا راسنا يا الأولاد.
أداء مشرف وأداء راقي وأداء خرافي. في اعتقادي نلتم كل يعني الثناء والشكر والتقدير بهذا الأداء مع مدرب وطني ومع أداء رجولي منذ بداية هذه البطولة. خرجوا مرفوعين الرأس مع ضد فريق ومنتخب وحامل لقب كأس العالم. كنت من ند للند، كل لاعب أدى اللي عليه، كان هناك إرهاق وكان هناك تعب، لكن الحمد لله إصابات كثيرة كذلك، قلة اختيارات المدرب خصوصا الاحتياطيين، لكن أداءنا في اعتقادي كان جدا 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 مشرف. الوصول إلى نصف النهائي هذا ولا المربع الذهبي أكبر تتويج للكرة العربية وللكرة المغربية في التاريخ، وهذا شيء مهم جدا. هناك بعض شيء طبيعي أن هناك بعض يعني القلق من بعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم، عليهم أن يرفعوا رأسهم، وهذه سنة الحياة. احنا قدمنا مباراة كبيرة ورفعنا الرأس والحمد لله. الآن التفكير في المباراة المقبلة، لا زال هناك مباراة أخرى المركز الثالث والرابع. أصبحتم الأربع الأوائل في العالم، هذا يشرفنا ويشرفكم ويشرف العرب والحمد لله. طموح الآن مركز ثالث على مستوى العالم. أكيد مباراة لا زالت هناك مباراة يوم السبت، المركز الثالث على العالم. في اعتقادي أفضل ممكن شيء يقدموه لهذا الجمهور الذي حضر بقوة وساند. نشكر الجمهور محمد، الجمهور اللي حضر بكثافة وبقوة وساند منذ بداية البطولة هذه، ووضع ثقة في هؤلاء اللاعبين وفي هذا الفريق وفي هذا الإطار. لم نطلب المزيد مما أدوا عليه، وكذلك لهذا الرجل كذلك الذي اشتغل بشكل جيد واشتغل على أعلى مستوى وحضر وساعد منذ سنوات وهو يشتغل، لكن يجب هناك أشياء أخرى يجب إن شاء الله نحسنها، في انتظار دائما المزيد من التألق والمزيد من النجاحات إن شاء الله. محمد، شاهدنا الكثير من الدموع بين لاعبي المنتخب المغربي لأنهم شعروا بأن كأس العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى في رحلة كان يمكن أن تستمر، لكن في النهاية يستحقون الإشادة على ما قدموا في هذا. لا داعي للحزن، كل دمعة ذرفت يجب أن تمسح بشكل سريع، يجب أن نبتسم لأنكم رسمتم البسمة على شفاه الجميع خلال هذه البطولة. طوال هذه البطولة كان يوسف بعد كل مباراة يوزع إما علم وإما قميص. هذه المرة لا أنا جلبت شيء، أنا عندي لك شيء هذه المرة. أنا جلبت قميص يوسف شيبو في كأس العالم 1998، قميص طبق الأصل للقميص الذي تألق فيه وارتدى يوسف شيبو ما شاء الله في كأس العالم 98. بس إيش الفرق؟ إني ما راح أديك إياه، راح أطلب منك توقع وترجع لي لو سمحت. أوكي تفضل كابتن. راح أخليك توقع لي وأنا راح أذهب إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى لكم مشاهدينا الأعزاء.